السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير من اسكندرية. فجر النهاردة يا جماعة. الصبح كده حصل زلزال 3 الفجر في القاهرة والسويس والمنطقة هناك الموجودة ديت. الحمد لله مفيش خسائر. الزلزال كان بقوة 5.6، بس الحمد لله الخسائر يعني هي بس في عمارة وقعت تقريبا في القاهرة، وبلكونة وقعت كده في منطقة تانية، بس الحمد لله ما فيش اي خسائر الحمد لله. ربنا يستر زي ما حصل كده في زلزال 2012، كان بنفس قوة الزلزال بس كان خسائر جامدة جدا. الحمد لله والله. بص معنى الناس مش مستحملة اي حاجة يعني، فالحمد لله ان الدنيا كانت الحاجة بسيطة الحمد لله يعني. ومع الوقت ان هنعرف برضو اللي حصل من التتابع خلال النهار، هنعرف يعني ايه الاثار اللي حصلت للزلزال يعني. بس ان شاء الله مفيش حاجه ان شاء الله ان شاء الله. الدنيا مش مستحمله اي حاجه الصراحه. نعدي بس السكه ونكمل الكلام. هنا منطقه سبورتنج كليوباترا. نبص هنا المنطقه العمارات اللي على البحر مش مستحمله اي هزه. يعني لو حصل حاجه في اسكندريه العماير متهالكه من البحر يعني. ربنا يسترها ما جيناش حاجه في اسكندريه هنا. فالعماير عامله ازاي بالبحر هنا في اسكندريه؟ كلها يعني قايله للسقوط يعني، بس بيرموه فيها. بيتعمل ازاي؟ ده اي هزه هتوقعه ده، بس بيترمم اهو. ربنا يستر يا رب، ربنا يستر. بصوا عقار قايل للسكوت وسايبينه كده برضه. بس العمارات معظمها كده متهالكه كده. البحر بيأثر جامد على ال على المباني والاساسات يعني. ربنا يسترها مع الجميع يا رب، يسترها مع الجميع يا رب. ده كان بقوة 5.6 أو 5.5 كده، بعمق 10 كيلو متر، في السويس والقاهرة والمنطقة المحيطة بالقاهرة والسويس يعني. الحمد لله مفيش أي إصابات جامدة أو أي خسائر بشرية. قلنا بس بيت وقع كده، البلكونة وقعت، وهنعرف خلال النهار يعني إيه لما الناس تبلغ نعرف إيه اللي حصل يعني. يا رب مصر بخير يا رب، ويكفينا شر المفاجآت والحوادث يا رب. شكرا يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا العماير عاملة ازاي هنا، كلها متهالكة.